حوار السيدة زينب وأم البنين عليهن السلام. زينب يم عدلة ابن وين الحين، ونعم من ابو فاضل كشخة الميدان، يمه من برز ما حفظ الله الجيش، وهله سكت على صوت يطلع كان. يا اخت عباس سئلك عن الذي لولاه ما اخذنا ابوك وصرت ام فلان. عدله يم عدله اللي بقى براس الدين، يم اللي ماتوا وعاشوا وحلم شبان، يم معون فدوى نخمش قلب علي، ترى جفني يرف من ريحته وللآن. شو اسولف لك يا يمه وابد من يا راسي، الرماح تخورست ما حط على لسان، الحكي شيب العرش شيبة الراس تهون، يحضرن كلهن وما يحضر النسيان، من اول حرف من كربلاء الاخر لا، ومن قبل الوضوء اللي رفعت الاذان، من احسبهن اصابع ايدي من الطيح، وعبات تعين اللي كلبت بالرضعان، ماك بملامحهم اثر للانسان، من اذكرهم اقول يكرم الانسان، واسكت والحكي ينزل دمع مخنوق مثل قطات حب مفطره القيعان، ليل وبسعبي والقمر ما موجود، ما شوفن ايدي شلون اميز فلان، يا ام عباس شده اللي ما تحلها جفوف، اللي كان اللي يحلنها حلن الذرعان، وش اسولف عن الذي بس ظل وياه، وعلام الناصر ترفضها كل اذان، اللي ما يوصل لظفره وصل نحر شلون، وصب الروح اقول الموت للشجعان، ورقضوا على الخيل رقضة حرام شاف، اللي ما حصل تراجي كفر بالقرآن، وعلينا تكشخوا وشيمش نكشخ بيه مثل ما بالخيم يتكشخ الدخان، وبقى دور السبي ودارت رحاها لقاع، ومجبورة نطيت الظهر للخوان، وسهرت الليل ما بين الهضم والآه، لا عن حلفة الله شكم جرح سهران، وصرت لازم أطلع صوت برض الشام، وتوسط أشباه الزلم بالديوان، لكن وحق خدري حكي مال شيوخ، وانا ربات ابوي السكتة للنسوان، ويزيد يصيح ثار اجداد اخذت اليوم شنو يمه شنو سوى بيهم، كان الحكي طول يا يمه وعمر انا قصير، ارخصيني بعد وقت الصلاه الحان، ارخصيني بعد وقت الصلاه الحان.